بسم الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تعالوا معايا بقى هوريكم ازاي نعمل الكفتة المشوية باسهل وابسط طريقة، وهتطلع معاكم تحفة اجمل مما تتخيلوا. تمام. اول حاجة هنفرم هنا بصل وطماطم وفلفل، فلفل ملون اخضر واصفر، اخضر واحمر، لو في اصفر ماشي، وكزبرة وتوم. تمام. نفرمهم الاول سوا. بسم الله. شوفوا ضربناها، يعني خليناها ايه وسط، ولا ناعمة ايه ولا خشنة. هنصفيها دلوقتي ماشي، ونعمل بقى هنا بقى هنصفيها ومش هنرمي المية بتاعت العصارة بتاعت البصل والطماطم يا جماعة والفلفل. هنحتاجها دلوقتي. عندي هنا نص كيلو لحمة مفروم، هنضربه مكان البصل. طالما صفيت الكبة خلاص ما تشطفوش، انت كده كده هتحطي فيها تاني البصل. تمام. هي نضيفة، انا غسلها قبل ما احط فيها اول مرة، احط بقى ايه عليها. بسم الله. هنزل عليها قطعة بوش او قطعة دهن يا جماعة، ضروري جدا في اللحمة. لو اللحمة بتاعتك كلها حمراء او انت جايباها من بره ومش متأكدة من نسبة الدهون اللي فيها، حطي فيها ايه حتة صغيرة. ونفرمهم سوا. تمام. بعد ما نزلنا البصل والفلفل والكزبرة، ضربناهم ضربة مع بعض، هنزل عليها بنص معلقة بابريكا، شطة حسب الرغبة، لو انت بتحبي حراقة او ولادك لهم في الشطة، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، معلقة كزبرة ناشفة او نص حسب ما تحبي. وهنا دقدقت فصين حبهان، دقيتهم فتحتهم، هاخد قلبهم. لو عندك حبهان باودر حطي شعر بسيط، بس انا ما عنديش، انا عشان ما عنديش ناعم فانا فتحته خدت اللي فيه. تمام كده. هبشر بشرة جوز الطيب بسيطة يا جماعة. هنزل بقى بمعلقة صغيرة، معلقة صغيرة كده يا جماعة ملح، وهاخد معلقتين بقسماط عشان معايا بس مكانش مليان، وهنزل بمعلقتين سمن لو هو كيلو، لكن لو هو نص زيي تاخدي بس معلقة واحدة بس. تمام. اللهم بارك. بسم الله. ونضرب هنا بقى في المرحلة دي هننعم قوي على قد ما نقدر. تمام. عشان تطلع الكفتة معاكي كويسة كده و... وطرية كده يا جماعة، جوسي من جوه، نعميها على قد ما تقدري. نسيت اقول لكم هنا نحط معلقة صغيرة بيكنج باودر.
تمام. ده كان نص باكو، انا كنت فاتحه مستعملاه قبل كده. ايا كان اي حاجه من اللي بترفع الكيكه يبقى معاها كان باودر كيك شيف ايا كان. بصوا هنا عملناها لحد ما نعمناها، يعني تخلص من النهايات يا جماعه. شوفوا اللحمه عامله ازاي، اللهم بارك. شوفوا نعمت خالص تمام كده. هنا بقى جبنا ميه البصل، حطينا عليها معلقه صغيره خالص زيت، وحطينا عليها معلقه صغيره ماشي صويا صوص. خلاص كده هنقلبهم. وبلينا هنا عصيان الشيش يا جماعه، بليناها ميه سخنه، حطيناها في ميه سخنه نعناها شويه وهنصبع بيها. هنصبع عليها دلوقتي. تمام. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا بلينا ميه سخنه بس هنبلها برضو ايه من السائل ده، وهنسميلها كده. بسم الله. لو عملتيها بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي، سواء كنت تشويها على الفحم او على البوتاجاز من فوق في الطاسه يا جماعه، او هتشويها في فرن الغاز، ايا كان هتشويها على ايه، فحم او فرن او بوتاجاز، هتطلع تحفه عمرها ما تفك من عليه. تمام كده. تفضل متماسكه وجميله. كفته الاختصاص يا جماعه انا مشهوره بيها، يعني المشاوي اللهم بارك لعبتي. تمام كده. شوفوا يا جماعه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لو انت عايزه تحفظيها في الفريزر، تعمليها وتجهزيها وتصبعيها وتحطيها في اطباق فئر او اطباق فويل ماشي. وبين كل طبقه وطبقه هنفتح كيس من بتاع التلاجة ونحطه ما بينهم. انا دايما بعمل كده. تمام. عشان وقت ما اكون متاخره ولا حاجه بطلع وبشتغل بيها على طول، وبتطلع كانك لسه عاملاها. خلصنا كده اللهم بارك. اهي دي هنبقى نشويها في الفرن باذن الله. خلاص انا بس حبيت اوريها لكم. ودي هنعملها دلوقتي. خلاص على قد الطلب بس دلوقتي. خلاص هوريها لكم دلوقتي على البوتاجاز، وهوريكم قلبها من جوه الجوس ازاي. والتتبيله دي بقى يا جميله انت وهي هتوديها فين يا ام جمانه؟ انا هقول لك انا مش هرميها يا حبيبتي. التتبيله العصاره بتاعه البصل والحاجات ديت بتبل بيها اي لحوم، بحفظها في الفريزر وبتبل بيها اي لحوم تاني بعد كده. تمام. ده اللي هنعمله مع بعض. هنا بقى هنحط طاسه فاضيه اهي مفيهاش اي حاجه، مغسوله، هتسخن على النار. وهوريكم دلوقتي هنعمل الكفته بتاعتنا ازاي. الكفته التانيه هحفظها في التلاجة الوقت اللي نيجي. لو انتي بقى مش متاح عندك بيكنج باودر او كيك شيف، هتحطي شويه كربوناتو، ربع معلقه كربوناتو بتاع الطعميه. دي كربونات الصوديوم يا جماعه. لو مش متاح لا دي ولا دي، بتجيبي معلقتين نشا بديل البقسماط وبتحطيها وبتخلطي بيها. تمام كده.
وبرفعها. بصوا المنظر اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. نزلت الدهون اللي فيها، هي بتكش بس ما بتكش قوي يا جماعة، بتكش يعني حاجة بسيطة. تمام. بس الريحة اللهم بارك تحفة تحفة بجد ما شاء الله. شوفي بقى اللهم بارك، وقت ما تكوني مستعجلة او عايزة تعشيهم حاجة بسرعة سريعة، انت بتبقي مجهزاها ومصبعة وحاطة في الفريزر، بتطلعيها بتسيبيها ربع ساعة او تلت ساعة تفك يا جماعة. ما تشيلوش الحاجة متلجة وتحطوها على النار مباشر، عشان ده اكبر غلط. تسيبيها تفك بس ربع ساعة وتلت ساعة، وتاخدي منها على طول وتعمليها في الطاسة، تشويها في الطاسة من غير اي حاجة. ودي الدهون اللي نازلة منها، دي الدهون اللي نزلت منها يا جماعة. مش ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. خلاص انا طلعتها وريها لكم. هنا بقى لو انت حابة تدخنيها خلاص بريحة الفحم، بسم الله هتحطيها. خلاص كده ونجيب حتة الفحماية. هنجيب ورق ألمونيوم نعمل له حط كده بس عشان ايه الزيوت ما تنزلش منه، ونحطه هنا كده. خلاص ونجيب حتة الفحماية بعد الورق. شوفوا بقى الكفتات يا جماعة، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بصوا سخنة نار، جوسي جدا من جوه اللهم بارك، جوسي وطرية ما شاء الله، ولا يبان ان هي معمولة في الطاسة يا جماعة. شوفوا تحفة بسم الله ما شاء الله. وفرحيهم وراضيهم، ربنا يرضيهم، ربنا يرضيكم ويرضينا ويرضي الجميع يا رب، اللهم امين. لا طالما انا واحد الليله مش في الكفته، عشان نعمل سندوتشات كفته، سندوتشات السوري يا جماعه. ما شاء الله قلت على دقيقه. عملنا لفينا السندوتشات، حطينا الكفته، حطينا عليها جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر او ايا كان، حطينا عليها فلفل الوان، وحطينا عليها شرايح طماطم بدون القلب بتاع الطماطم يا جماعه. تمام. وحطينا عليها كاتشب بس. خلاص حابه انتي بقى تحطي اي صوصات، صوص رانش، اي نوع جبن تاني، اي مخللات، هي كده بس، هي دي الطريقه الصح بتاعتها. خلاص والكاتشب بيبقى ايه كمان جنبها بره. تمام كده. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ده شكل السندوتشات اللهم بارك. سندوتشات السوري، كفته السوري يا جماعه، كفته المشويه بالعيش السوري. تمام.